الزوج بيتحكموا في تجيبي ايه وما تجيبيش ايه من اللي المفروض اصلا عليهم. يعني الواحد مش عارف يتكلم يقول ايه بصراحه. طيب تعالى بقى اضمن لي حقي، فين مهري وفين مؤخري؟ تعالي اقولك على اكتر حاجه بتعمل توتر قبل الفرح. في جوازات بجد حرفيا بتتخرب بمعنى الكلمه عليها، وهي القايمه. العريس مش عايز يكتب كل حاجه، عايز يكتب حاجات اقل. ده في منهم كمان البجح اللي بيقولك اكتبي حاجتك انت بس. العروسه بقى حابه تعلي، انا هكتب اغلى من الحاجات اللي انا جايباها، وهكتبها بسعر اليوم، مش هكتبها بسعر اللي انا اشتريتها بيه. لا لا لا، انا هعلي، انا هكتب قيمتي مش عارف بكام. تيجي واحده كده بقى في الخلفيه، انتوا عارفين هي مين؟ الذهب لازم يتكتب في القايمه. لا لا لا، ما ينفعش ما يتكتبش في القايمه. تعالي اقول لك احنا ليه بنكتب قايمه في الاول. احنا ديننا بيقول والشرع بيقول ان انت بتروحي للعريس بشنطه هدومك، وكمان هو اللي بيجيب لك الشنطه اللي فيها الهدوم دي. عاداتنا وتقاليدنا اللي محدش زينا، يعني احنا في مصر بس اللي بنعمل كده. انا بيجيلي كومنتات من بره مصر كتير جدا يقولنا ايه ده، انتوا كل ده بتجيبوه؟ والقايمه موجوده ليه؟ موجوده عشان تحفظ حقك انت رقم واحد. ده انت بعد ما بتروحي بشنطه هدومك اللي هو جايبها لك مفروض كمان يديكي مهر ويديكي مؤخر. المصريين عشان ناس جدعه كده وولاد بلد، كل واحد عنده بنت قرر ان هو يقف مع زوج بنته ويشاركوا معاه في الحاجات اللي في البيت. ففي البدايه كانت العروسه بتجيب السجاد والستاير وحاجات المطبخ، ومع الوقت بقت بتجيب معاهم المراتب وبتجيب المطبخ نفسه، ومع الوقت بقت تجيب عوض معاه في الشقه. طيب العروسه بعد ما بقت مشاركه مع العريس تقريبا ب 50 50، يعني تقريبا هي بتجيب نص الشقه، حتى لو ما جابتش خشب، حتى لو ما جابتش عفش، فهي جهازها اصلا ان هي شارياه بيبقى بيعادل تقريبا اللي هو جايبه. فكده احنا متجوزين 50 50. طيب تعالى بقى اضمن لي حقي، فين مهري وفين مؤخري؟ فبالتالي في مصر عملوا ايه؟ عملوا القايمه دي بتكتبي فيها كل حاجه في الشقه، اللي هو انتوا جايبينها نص بالنص. هتقولي لي طب ما انا بكتب حاجتي وحاجته ليه؟ حاجتك اللي انت جايباها انت، فدي بتاعتك. الحاجه اللي هو جايبها دي هي مهرك. خلاص بعد ما كتبتي القايمه، نص القايمه الحاجه اللي انت جايباها اصلا اللي هي بتاعتك، والنص التاني اللي هو جايبها بتكتبيها في القايمه عشان ده مهرك اللي هو ما دفعهوش وقت ما جاي يتجوز. فالقايمه هي حفظ لحقوقك بس مش اكتر. واحنا ما شاء الله علينا من كتر ما بقينا مش فاهمين في الحقوق حرفيا، بقى اهل الزوج بيتحكموا في تجيبي ايه وما تجيبيش ايه من اللي المفروض اصلا عليهم. يعني الواحد مش عارف يتكلم يقول ايه بصراحه. ده كرم اخلاق من اهل العروسه ان هم يساعدوا العريس، فانت كده اتجوزتي من غير مهر، عشان كده بنكتب القايمه. نيجي للجزء الثاني وهو المؤخر. المؤخر ده بيكون على العريس، ده دين عليه من بعد الجواز لازم يسدده للعروسه. طبعا برضو في عاداتنا وتقاليدنا ان احنا يعني حرفيا العروسه مش بتاخده الا لو كانت هتطلق، فهو دين عليه فبيسده قبل ما يطلقها. لكن المؤخر ده المفروض بيتاخد من اول ما بيكتب الكتاب، المفروض ان هو يديهولها. طبعا هو لسه خارج من جوازه وصارف قد كده وحرام بصراحه، برضو خلينا رؤوفين، هو دين عليه. يعني عدى سنه، عدى 2، عدى 3، انت ليكي مؤخرك عند جوزك، تمام؟ سامحتي فيه انت حره، ما سامحتيش فيه يعني هو دين عليه لازم يسدده، ولازم يسدده قبل ما يموت، بعد الشر يعني، انا بس بفهمكم. فانت لازم تحفظي حقك، لازم تحفظي حقك بس بالعقل وبالاصول، بلاش نخرج عن النص. واستني الفيديو الجاي هقولك ازاي تكتبي القايمه الصح المظبوطه اللي فيها لا تيجي على العريس ولا تيجي على نفسك او على اهلك. وهو ده الصح، ان احنا ما نجيش على حد، ان احنا نكتب الحاجه بالصح وبالمظبوط وباللي جايه، والحاجات الهوالك واللي بتتكسر والحاجات اللي هي بتتبهدل واستهلاكيه المفروض ان هي ما تتكتبش. انا لما بقولك لازم تحفظي حقك بالقايمه مش معناه ان انت تستقوي بقى وعايزه تكتبي كل حاجه وبزياده وباغلى من ثمنها واكتب الذهب. فهنتناقش بقى في الموضوع ده في الفيديو الجاي ان شاء الله، فيديو القايمه وازاي تكتبيها بالتفاصيل من غير لا تيجي عليه ولا يجي عليك. يلا باي.